السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم برامو للمعلوميات. تم فتح باب الترشح للإجازة في التربية باك بليس 1 وباك بليس 2 بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش 2023-2024. إذا بخصوص الطلبة اللي عندهم باك بليس 1 أو الطلبة اللي عندهم باك بليس 2، وضروري أنه يكون فاليدي باك بليس 1. اللي بغا يدير بالنسبة للباك بليس 1 بالنسبة للإس 3 خاص يكون فاليدي الإس 1 والإس 2 كاملة. أما الناس اللي بغا يدفعوا بالباك بليس 2 خاص يكون فاليدي الإس 1 والإس 2 والإس 3 والإس 4 باش يولجوا بالنسبة للمدارس العليا للأساتذة مراكش، أي بالولوج إلى السنة الثانية أي ابتداء من إس 3 أو إلى السنة الثالثة ابتداء من إس 5. إذا بخصوص الإعلان، تم فتح إعلان يوم ديال التسجيل بالنسبة للتخصصات اللي كاينة. بالنسبة للسيمستر 3 أي باك بليس 1 كاين ليسونس إديكاسيون سبيسيالي أونسينمون بروميير أي ابتدائي، وكذلك كاين بالنسبة ليسونس إديكاسيون سبيسياليسي ديال سيونس في لا أي العلوم الحياة والأرض. إذا بالنسبة للناس اللي عندهم باك بليس 1 يمكن لهم يدفعوا لجوج تخصصات، إما بخصوص التعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي تخصص علوم طبيعيه. اما بخصوص الناس اللي عندهم باك بليس 2 وبغا يدفعوا بابتداء من السنه الثالثه اي من اس 5، كاين تخصص ديال التعليم الثانوي اللغه الفرنسيه. اذا بالنسبه للباك بليس 1 عندهم التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي لي اس في تي، وبالنسبه للناس اللي بغا يدفعوا بالباك بليس 2 عندهم تخصص واحد اللي هو تعليم ثانوي تخصص اللغه الفرنسيه. اذا بالنسبه للكالندري ديال عمليه الترشح، اخر اجل التسجيل هو 4/9/2023. بالنسبه للاعلان ديال النتائج غيكون 11/9/2023. اما بخصوص الاستخراج كونفيرماسيون استخراج الاستدعاء باش يدوزوا الاختبار الشفوي غتكون 12/9/2023. اما بالنسبه لتاريخ اختبار الشفوي غيكون 18 و 19 شهر 9 ان شاء الله. اذا كما قلنا بالنسبه لعمليه التسجيل كاين الرابط ديال الناس اللي عندهم بالنسبه للباك بليس 1، والرابط اللي بغا يدفعوا بالباك بليس 2 اي ابتداء من اس 3 اي من السنه الثانيه، وكذلك ابتداء من السنه الثالثه اس 5. بالنسبه للتاريخ ديال الاختبار الشفوي نتائج اختبار الشفوي تكون 23 25 9. الانسكريبسيون تكون 23 25 9. بالنسبه لا ليست داتونت تكون 30 9، وبدايه الدراسه تكون 4 شهر 10. اذا كما تلاحظوا كاين الرابط ديال الناس اللي بغاو يتسجلوا بالباك بليس 1 اللي هو هذا، والرابط بغاو يتسجلوا باك بليس 2 اي بالدوك هو هذا. غير بالخصوص العمليه التسجيل كل بالنسبه للباك بليس 1 الرابط ديال بوحدو، وبالنسبه للباك بليس باك بليس 1 الرابط ديال بوحدو، وباك بليس 2 الرابط ديالو بوحدو. اذا اللي كاين على الرابط الاول هو هذا بالنسبه لليسونس إديكاسيون بالنسبه للاس 3. اذا كما تلاحظوا بغي انسكريبسيون هذا هو الرابط ديال بالنسبه للباك بليس 1. بالنسبه للباك بليس 2 الرابط ديالو هو هذا. اذا حنا غنمشيو معكم ايطاب بار ايطاب تاع عمليه التسجيل. عمليه التسجيل راه سهله جدا. اول شيء تدير كود ديال المسار ديالك، رقم البطاقه الوطنيه، اسم العائلي واسم الشخصي، رقم الهاتف، الايميل ديال المترشح، ودار ديال النصوص اليوم والشهر والسنه. اذا المعلومات عاديه. غندوزو هنايا المعلومات ديال البكالوريا. كما تلاحظوا تعطوك هنا البكالوريا اش من تخصص خديتي فيه البكالوريا، واش سيونس هيومان بالنسبه للباك ليتر اوبسيون فرونسي. اذا على حسب التخصص خديتي فيه حتى البكالوريا كاين الاس في تي بي سي جميع التخصصات ديال البكالوريا. من هنا تنديروا كذلك السنه خدينا فيها الباك واش 2021 ولا 2022 ولا 2020. هنا تنديروا النقط ديال العربيه. كما تلاحظوا النقطه ديال العربيه اما ديال الوطني ولا الجهوي على حسب البكالوريا اللي عندك. كذلك بالنسبه للفرنسيه ليز في تي المات. وهنا تنديروا المعدل ديال الجهوي، وهنا المعدل ديال الوطني، وهنا المعدل العام ديال البكالوريا. اذا كما قلنا بالنسبه للعربيه والفرنسيه والاس في تي وديال المات على حساب الشعبه ديال البكالوريا ديال المترشح، اما ادبي ولا علمي. اذا كان ادبي على حساب التخصص غيدير اما ديال الوطني ولا ديال الجهوي. غندوزو هنايا بالنسبه اكتيالي انسكريبسيون. هنا تيقول لك واش عندك ديبلوم دو دي تي اي الناس اللي عندهم ديبلوم جامعي التكنولوجي اي ديال دي تي ديال اليو اس تي. كذلك الناس اللي عندهم بي تي اس يمكن لهم يدفعوا. كذلك الناس اللي عندهم ديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي اوف بي تي تي. كذلك دو ليسونس اوتر. بالنسبه للناس اللي عندهم باك بليس 1 غيديروا ليسونس. بالنسبه للناس اللي عندهم دو باك بليس 2 غيديروا دو على حساب نتايا شنو عندك. لا عندك شي مؤسسه اخرى غدير اوتر. هنا تيقول لك سبيسيالي ديبلوم هنا انستيتيو دو ديبلوم هنا مؤسسه قريتي فيها. عرفتي كنتي الجامعه ديال القاضي عياض دير فاكولتي قاضي عياض. كذلك بالنسبه للجامعه ديال محمد الخامس ولا الجامعه ديال الحسن الثاني على حساب الجامعه اللي قريتي فيها
فيها. هنايا التخصص اللي قريتي فيه شنو هو التخصص؟ واش دروا عرب، دروا فرونسي، بالنسبه للبي سي، كذلك بالنسبه ديال الجغرافيا، التربيه الاسلاميه، على حسب التخصص اللي داير. وكذلك بالنسبه للايطابليسمون كما تلاحظوا الايطابليسمون غدير المؤسسه قضيه فيها، زعما على سبيل المثال كما تعرفوا كاين الجامعه وكاين الكليه التابعه، يعني غدير كليه العلوم القانونيه والاقتصاديه والاجتماعيه، ولا كليه الاداب والعلوم الانسانيه، ولا كليه العلوم، ودير الجامعه اللي قريتي فيها. هنا تدير النقطه ديال السيمستر الاولى اي ديال اس 1 بالنسبه كما تلاحظوا حنا سجلنا بالنسبه للاس 1 غدير النقطه ديال السيمستر الاولى بالنسبه للباك بليس 1 اي النقطه ديال اس 1 والنقطه ديال الاس 2، ولكن خاصكم فاليديهم بجوج، اما الاس 1 ولا الاس 2 كون فاليدين كاملين، ما ناقصك حتى شي موديل. الا كان راجع لك موديل واحد راه ما يمكنش تسجل. من بعد تختار التخصص اللي بغيتي. كما قلنا بالنسبه للاس 3 كاين البروميير وكاين الاس في تي. الا بغيت دير بروميير تكليك عليها بحال هكا وتجي الاسهم وتكليك على هنا. اذا تدوز لك هنايا بالنسبه للبروميير اللي بغيت دير بروميير نفس الشيء. الا بغيت دير اس في تي راه دير اس في تي كما تلاحظوا كما هذا الشكل. اما بخصوص لو بغيت ديرهم بجوج وكان عندك حتى باك كنتي داير تخصص اس في تي في لافاك غادي يمكن لك دوزهم بجوج. اذا بالنسبه للاس في تي يمكن لك انك دوزهم بجوج. على سبيل المثال كنتي باك بليس ان اس في تي يمكن لك دير التعليم الابتدائي والاس في تي، ومن بعد تدير فاليدي. وهذه الحاله تكون انك كملتي عمليه التسجيل بالنسبه للناس اللي بغاو يدفعوا بالاس باك بليس ان اي الولوج السنه الثانيه اس 3. نفس الشيء بالنسبه للاس اس بالنسبه للاس 5 اي الناس عندهم باك بليس 2 وبغاو يوجدوا السنه الثالثه ابتداء من الاس 5. اذا نفس الشيء عمر المعلومات كذلك هنا تطلبوا لهم هنا بالنسبه للسيمستر تطلبوا لهم بالنسبه للاس 1 النقطه ديال الاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 4، يعني خاصو يكون مدخل للاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 4 كاملين. نفس الشيء بالنسبه للتخصص راه كاين تخصص واحد بالنسبه للاس 5 اي باك بليس 2، كاين غير الفرنسيه كذلك يقوم بتحويل الفرنسيه هنا ويدير فاليد. اذا طريقه التسجيل راه سهله، غير ركزوا في المعلومات ديالكم وبالخصوص في النقاط ديالكم ديال البكالوريا والنقاط ديالكم ديال الاس 1 والاس 2 بالنسبه للباك بليس 1 باك بليس 1 اي الناس اللي بغاو يدفعوا ابتداء من السنه الثانيه، وبالنسبه للناس اللي بغاو يدفعوا من الباك بليس 2 ابتداء السنه الثالثه اي الاس 5 يديروا ديال الاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 4. اذا هذه طريقه التسجيل بالنسبه للولوج ابتداء بالنسبه للباك بليس 1 باك بليس 2 بالنسبه للمدرسه العليا للاساتذه. بالنسبه كما قلنا لكم اعلان النتائج او اعلان نتائج الانتقاء تكون نهار 11 شهر 9 ونهار 12 غيخرجوا الكونفوكاسيون ديالهم، وبالنسبه للكونكور غيكون 18 و 19 شهر 9 ان شاء الله على حسب كل تخصص. وفي الاخير نتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش انكم تشتركوا معنا في القناه ديالنا برامج معلوميات، وحنا معكم دائما في القناه ديالنا برامج معلوميات بخصوص المدارس والمعاهد بعد البكالوريا. كذلك غادي نشرحوا لكم بخصوص من تعلم النتائج ديال الانتقاء باللوائح ديال الانتقاء في الصفحه ديالنا على الفيسبوك، وكذلك في الموقع ديالنا برامو انفو اللي غتلقاو الروابط ديالهم في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وما تنساوش الدعم ديالكم في القناه ديالنا برامج معلوميات، ونهاركم مبروك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.